هو إيه اللي بيحصل في محاكمة حادث شبين الأليم؟ النهاردة كانت جلسة مهمة جدا قدام محكمة جنايات شبين الكوم في قضية حادث التريلا اللي توفى فيه 19 بنت وسواق الميكروباص. فريق الدفاع قدم دفوع قوية عن السواق المتهم الأول في القضية. أهم دفوع الدفاع كانت إن السواق فوجئ بحجر خرساني كبير ظهر فجأة في نص الطريق، وده اللي خلاه يفقد السيطرة على التريلا ويعدي الناحية التانية. الدفاع أكد إن السواق ما كانش قاصد الحادثة. أما بخصوص تهمة المخدرات، الدفاع دفع ببطلان تحاليل النيابة اللي ادعت ده، وأكدوا إن السواق ما كانش معاه أي مخدرات وقت القبض عليه، وإن التحريات المبدئية كانت في صفه. كمان أقر الدفاع إن السواق كان معاه رخصة درجة تانية مش أولى اللي المفروض يسوق بيها تريلا، لكن ده مش السبب الرئيسي للحادث. السواق نفسه من صدمته وخوفه ما سلمش نفسه لأهله، لكن راح سلم نفسه لأقرب مركز شرطة وما كانش بيهرب. السواق حالته النفسية متدمرة وزعلان جدا على الأرواح اللي راحت، وقال وهو بيبكي لأمه: دول كانوا طالعين ياكلوا عيشهم يا ياما، أنا موتت 18 أو 19. أما بخصوص المتهم التاني اللي هو مالك شركة النقل وصاحب التريلا، الدفاع طالب ببراءته تماما. أوضحوا إنه ملوش علاقة مباشرة بتعيين السواقين، وإن في موظفين مسؤولين عن ده. والسواق نفسه قال في التحقيقات إن هو اللي أكد للمالك إن معاه رخصة درجة أولى، وإن المالك ما كانش يعرف الحقيقة. مالك الشركة تعاون مع النيابة من أول يوم، ومفيش أي أهل للضحايا اتهموا. في النهاية الدفاع طالب المحكمة بالرأفة بالسواق لأنه ما كانش قاصد، وطلب البراءة لمالك الشركة، والحكم الأول والأخير بيكون للمحكمة. وجدير بالذكر إن الحادث الأليم ده حصل يوم الجمعة 27 يوليو 2025 على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية. كانت عربية تريلا اصطدمت بميكروباص، وده اللي عمل الكارثة. الضحايا اللي راحوا في الحادث ده كانوا 19 شخص، منهم 18 بنت وسواق الميكروباص. أغلب البنات دول كانوا طالبات ورايحين الشغل في مزارع جني العنب عشان يساعدوا أسرهم ويصرفوا على نفسهم. أغلب الضحايا دول ربنا يرحمهم كانوا من أهالي قرية كفر السنابسة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. الحادثة دي سابت حزن كبير قوي في مصر كلها.